الأهلي يفوز على ساندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 بهدف المتألق صاحب القضية ممكن محمد مجدي أفشة. هدف رائع في الدقيقة 88 للنادي الأهلي بعد مباراة ماراثونية ومباراة كبيرة جدا مع ستاندرز الأمريكي. مباراة كبيرة جدا للنادي الأهلي. النادي الأهلي في الشوط الأول يمكن كولر فاجئنا كلنا بأن الثلاثي المقدمة غيرهم عن المباراة اللي فاتت، ريح محمد شريف وريح عبد القادر وأيضا ريح حسين الشحات، وشفنا النهاردة ثلاثي آخر بيرسي تاو وكهربا وطاهر محمد طاهر يمكن ما كانوش بالفعالية العالية. وشفنا فريق ساندرز الأمريكي فريق قوي جدا في الشوط الأول، وكان قاب قوسين أو أدنى من إحراز هدف أول في الشوط الأول. لكن الشوط الثاني كل الجماهير كانت بتتكلم، كل الناس عايزة تغييرات هجومية للنادي الأهلي، وكانت التغييرات المتوقعة فقط. حمدي فتحي هو اللي الناس كانت مستغربة شوية، لكن حمدي فتحي كان مجهوده قليل شوية في منطقة نص الملعب. نزل محمد مجدي أفشة ونزل محمد شريف ونزل أحمد عبد القادر. المباراة دي كانت محتاجة أحمد عبد القادر. الناس اللي كانت بتتكلم عن القوة الهجومية لكن النادي الأهلي في أوقات في الشوط الأول ما كانش بيستلم كورة، النادي الأهلي ما كانش بيلعب كورة صح. النادي الأهلي كان محتاج في الشوط الأول اللاعب اللي يقف على الكورة، اللاعب اللي يديك كرة معنوية، اللاعب اللي يروح بالكرة، اللاعب اللي يعدي واحد واثنين، اللاعب اللي يرفع معنويات زمايله. احمد عبد القادر عمل ده في الشوط الثاني. شفنا الشوط الثاني الاهلي متسيد للشوط الثاني والمباراة، والدقيقة 88 وبالتخصص القاضية ممكن رقم 2 لمحمد مجدي أفشة، كرة كده على الطاير محمد مجدي أفشة، وهدف رائع عشان النادي الأهلي يفوز على ستاندرز الأمريكي ليلعب بقى قبل نهائي يعني كأس العالم للأندية كده مع ريال مدريد الأسباني. ريال مدريد مباراة كبيرة جدا. النادي الأهلي إن شاء الله خلاص هيلعب على ميدالية، لكن إحنا عايزين الأفضل، إحنا عايزين من النادي الأهلي الأكثر، عايزين من النادي الأهلي أداء ومتعة وإجوان، وعايزين نشوف بقى مباراة عالمية ما بين بطل القرن الإفريقي وبطل القرن الأوروبي ريال مدريد. الناس طبعا اللي اتكلمت وانتقدت والقنوات إياها اللي حضراتكم عارفينها اللي طلعت تقول ده فريق أوكلاند سيتي كان فريق ضعيف في البطولة، لا لعبنا النهاردة فريق قوي في البطولة، لعبنا النهاردة فريق كبير، لعبنا النهاردة أحد فرق الكبرى واحد فرق قويه جدا. شو زي ما شفنا ادائهم كان في الشوط الاول كان اداء قوي جدا، لكن مع تغييرات كولر ويعني نزول قفشه بقى ونزول احمد عبد القادر لاعب ولا اروع، فقط ينقصه ان هو بقى المسانده كده مع زمايله وان هو الكره ما تطولش من رجله شويه. لكن مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز، وفي انتظار بقى مباراة هي مباراة تاريخية بكل المقاييس، مباراة كبيرة ما بين عملاقين، العملاق الإفريقي والعملاق الأوروبي ريال مدريد. النادي الأهلي النهاردة كسر تاني أكبر عدد انتصارات في كأس العالم للأندية على مدار تاريخها، 8 انتصارات للنادي الأهلي. طبعا أكثر الانتصارات كان لفريق ريال مدريد، وثالث الانتصارات على مستوى البطولة في الفوز كان لفريق برشلونة ب7 انتصارات. مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز، وفي انتظار مباراة كبيرة، في انتظار مباراة كبيرة. مليون مبروك لكل عشاق النادي الأهلي، مليون مبروك لكل الناس. طبعا الناس إياها اللي احنا عارفينها هتطلع تتكلم إن فريق الأمريكا هو فريق ضعيف، مش مشكلة. المهم النادي الأهلي هيلعب مباراة كبيرة مع ريال مدريد، وهي دي بقى المباراة اللي هتبقى كبيرة. متأكدين تماما متأكدين تماما ان لو النادي الاهلي فاز على ريال مدريد ان شاء الله ده يحصل، هيطلعوا برضه هم الناس اياهم على القناة اياها يتكلموا يقول لك لا اصل ريال مدريد ما هوش في حالته، ريال مدريد يعني مركز تاني في الدوري الاسباني وريال مدريد ما هوش في حالته، كارلو انشيلوتي مش في حالته. لكن ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يفوز على ريال مدريد وتكون بداية موفقة. كل التوفيق لحضراتكم. بتمنى في النهاية لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة ومتابعة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.